من أنتم يا إخوان عند علماء الكبار؟ يعني أنا أذكر مسألة مرة سئل عنها الشيخ ابن باز، كتب إليه من أحد المسؤولين في الدولة، فلما قرأت عليه قال الشيخ ابن باز ما ظهر لي شيء. شوفوا الشيخ صالح الفوزان، نادوا الشيخ صالح الفوزان قال له يا شيخ صالح عندنا المسألة كذا كذا كذا، يظهر لك فيها شيء؟ قال ما ظهر لي فيها شيء. قال نادوا الشيخ عبد الله بن غديان، نادوا الشيخ عبد الله، قال الشيخ عبد الله هذه المسألة كذا وكذا وكذا، يظهر لك فيها شيء؟ قال لا ما ظهر لي فيها شيء. فقال الشيخ رحمة الله عليه يعني هذا المسؤول الذي يخبرني، قال له الشيخ ابن باز تنظرون بعد شهر. فقال هذا فلان ذكر أحد الأمراء رحمه الله مستعجل عليها، قال ما نقدر، بعد شهر ننظر فيها ونكتب إن شاء الله لسمو الأمير. انظر أنت ابن باز رحمه الله يستدعي فوزان ويسأله ويستدعي الغديان ويسأله، ثم بعد ذلك ما يظهر لهم فيها شيء ويطلبون فيها الإمهال مدة. هذا حقيقة العلم والورع والدين، ما هو الدين والورع تهجم على العلم بمجرد ما يظهر لك كلام تفهمه تهجم عليه، حتى صاروا ينسبون إلى ابن تيمية قولين وللشيخ محمد عبد الوهاب قولين، وإلى في مسائل متعددة هي معروفة عنهم.